مرارة الحرب أيضا قصيدة، قسوة اللجوء كذلك قصيدة، واليوم حول المرض أيضا إلى قصيدة. كريم العراقي، أنت اليوم الراوي ونحن هنا لنستمع إلى الحكاية. شكرا على مجموعة القصائد والحكايات اللي نثرتها علي. أقل شيء. وهي أشد وأكثر جمالا من العطر، هاي محبة. أول شيء سلامتك، ألف سلامة. بشرنا شلون صحتك الحين؟ والله الحمد لله ما زلت أقاوم وأصارع، وهاي السنة الثالثة دخلتها وأنا حاسب محبة الناس، شفاء هيك يتصعد فوق الأدوية. خلينا نرجع إلى أول ما عرفت، وأنت طبعا معطينا الضوء الأخضر عن موضوع المرض أن نتكلم عنه وحاب أنك تتكلم عنه. أول ما عرفت عن التشخيص كيف تعاملت مع الخبر لحظة المعرفة عن الموضوع؟ أي العفو، الواحد يكون حقيقي، يعني صدمة ظهر بها ضعف الإلقاء، يعني التوقيت غير كان مناسب بالنسبة لي. فأنا كنت رايح ماخذ أحد الأصدقاء اللي جايني من بغداد على أساس هو حالته صعبة، ورحنا نفحص. دكتورة طب عام قالت أنت ليش ما تفحص؟ قلت أنا كل 6 شهور أعمل فحص والحمد لله. قالت لابد ما دام أنت وصلت للمختبر سوينا هنا بالإمارات. صديقي طلع ما بي شيء وأنا طلع عندي المرض. صدمت. مش طبيعي، يعني شيء غير طبيعي. أنا من هالناحية رغم أنه أنا كثير السفر، كثير الحركة، كثير القراءة، لكن هذا الجانب لا، صحيا كل 6 شهور ما تعدي إلا أسوي فحوصات عامة. وغريبة أنك كنت حاس أن الأمور طيبة وما في أعراض أبدا أبدا ولا في أعراض. وبالبداية الدكتور قال لي هو إن شاء الله بسيط، بالمثانة 2.5 سم وعملية، بدل ما نطول وناخذ خزعة فورا على العمليات بالإمارات بدبي. ووافقت على العملية وسويت العملية، وظليت أشهر أخذ الكيميائي بالبداية. فأنا حوالي 3 شهور اطمئنيت أنه نزال وبديت أرجع. فما أعلنت، قلت ما في داعي، ومن من الناس صاح ما به سقام، ما دام أنا انتصرت عليه ما تقلق الناس على هالقلق اللي هم به، كل واحد عنده 20 مرض. فقلت خليني أعبرها، تجاوزت الأزمة وأجتي سلسلة نجاحات مع هذه، يعني في حكاية تستحق الرواية مال المرض. اجتني فوزي بجائزة الشعر العالمي بالسعودية بجائزة الأمير عبد الله الفيصل، وهي حلم ولا في البال. ورحت أول زيارة لي للمملكة واستلمت الجائزة وأنا كل فخر من الأمير خالد الفيصل، وكنت سعيد جدا. ووعدني بأمسية خاصة إلي إن شاء الله للسعودية هذه بعد المرض ما جاء. فكثيرين يجون على أماثل السعودية وكريم العراقي في السعودية، فاتفقت معهم. تحسنت معنوياتك بعد الإنجازات جدا. إيه، لأن بديت مرحلة جديدة. اجاني تكريم وراها مباشرة دار الأوبرا في مصر، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وتكرمت على المسرح مع كبار الشعراء وأدباء، منهم فاروق جويدة، منهم محمد منير. بالمناسبة محمد منير مغني لي أغنية قديمة وأنا صغير اسمها العمارة عن أطفال فلسطين. يا سلام. وإحنا كنا ما نعرف بعض. فعموما خلص هذولي اجتني أمسية للسويد، الدنمارك. الدنمارك اختاروا لي قصيدة سيدة الصبر عن المرأة العربية في المنهاج، منهاج الدنماركي العربي، عربي دنماركي. وأيضا رحت للدنمارك وسجلتها بالتلفزيون الدنماركي وترجمت وأنا قرأتها بالعربي. وراها عملوا لي أمسية في مالمو بالسويد، وكانت من أنجح الأماسي. يعني حتى الغرب مهتم في ترجمة أعمالك، إنجاز كبير أكيد. لأنه أنا ليش؟ لأنه أنا كنت بالسويد وأخذت الجواز السويدي وصرت عضو اتحاد الأدباء السويدي، وأعطيتهم عدة أعمال وبصمت يعني أشتغل، اللي يجي منها. لكن أنا أيضا لا ما أخفي أنه محظوظ بصراحة. المهم كنت سعيد جدا ورجعت بعز السعادة. رحت كالعادة للدكتور، فحص الدكتور وإذا انصدم، قال معقول تحس بأعراض شيء؟ قلت لا أبدا دكتور ما أحس بأي شيء. قال هذا المرض الخبيث منتشر وعابر المثانة وعابر على الحالب وأطراف الكلى قلت له دكتور، قال أعرفك أنت قوي ولازم أصارحك. شلون دكتور؟ قلت له فاجأتني
وأنا جاي محمل وموقع على أماسة شعرية وعلى دنيا وجايب قمة الزهو. هذا ما يعني شيء، بس كيف أنا ما أحس به هذا الألم؟ عموما قلت له شلون دكتور الحل؟ قال لي عندك تأمين؟ قلت له ما عندي تأمين. قام أنت صار لك أكثر من 20 سنة بالبلد. قلت له ما مفكر بهذه. عموما قال لي علاجك يحتاج أكثر من سنة ومتراكم من هنا ومن هنا. فحقيقة أنا هاي اللحظات أصابني ضعف شديد، بس قلت خلت أتماسك. وهو الأطباء عادة مهما كانوا يكونون أقوياء، فقال لي أنت والقصائد، أنت بالقوة، أنت بالكذا، رجعني شوي صحيني، ذكرك بقوتك الداخلية. بقوة الداخلية. قال لي حتى الأكثر عندنا أطباء أيضا زملاء، هو دكتور عراقي ممتاز بالإمارات، أخذ على عدة أطباء، قال اسمع أكثر من رأي. رحت على دكتور آخر، أنا ما أريد أذكر أسماء الأطباء. شاف الدكتور كان قاسي جدا هذا الدكتور، لما شفت الأشعة قال أشيل لك الكلى، ويخط بالورق أشيل المثانة. وأنا بقى على وجهه شنو تشيل الكلى، شو تشيل المثانة؟ ما عندي جواب له. قلت له شكرا دكتور. يتعاملون مع الجسد البشري بطريقة عملية جدا، وكأن شيل هذا للصق هذا. وقال تجينا وأعمل لك ديسكاون وعندي. قلت له عجيب، أنا ما مقتنع بكل هذه، ولا أشيل كلى ولا أشيله، أريد أموت مثل النخل واقف. عندي عاطفة وعندي لازم أصدق إنه هذا علم ده يقول لي. وبعدين أعضاء الإنسان اللي عاشت معاه كل هالسنين تظل عزيزة عليه، يعني فكرة أن نستأصل ونقطع ونبتر يعني تظل وايد صعبة على المسمع. زين، والحكاية اللي ما ذكرتها وما حد يدري بها، إنه في نفس الوقت بعد صدمتي بهذا الخبيث بهاي المناطق، الكلى والأمعاء والحالب، نفس المستشفى أنا في دكتور صديقة زوجته دكتورة طبيبة عيون، أنا عندي معاناة مع عيني سابقا، انفصال شبكي ومسوي لها عملية، باقي منها نسبة كل مؤلمة يعني أشوف فيها. فشرحت لها وأرسلت لها الأشعة اللي أنا سويتها عند دكتور العيون. قالت والله ما تبشر بخير، والماء الأزرق مستفحل وعلى وشك أن تفقدها. لكن شو هالأخبار هاي اللي تجيني ورا بعض ونفس الوقت يعني. وكلامها صحيح، أنا فقدت هذا النظر بعد ما بديت بالكيمياء والنظر الكيمياء وتجمعت علي. فتجمعت كل هذه هنا، لازم أستنجد بقوتي. يعني أنا اللي قلتها ترى مجرد كلام، أنا كنت بادي بقصيدة اللي هي حكاية لا تشكل الناس، بادي بيها من 40 سنة. كنت تنصح الناس بشيء، لكن وصل فيك المرض لدرجة أن حتى اللي تنصح فيه الناس مو قادر تطبقه، يعني حاشك اكتئاب. لا، ضعفت بالشكل. لا، قلت لا هذا مو أنا، قعدت حتى على الأرض قلت لا هذا مو أنا. ولا فقدت البصر؟ لا، مش رأسا فقدته، لا، بس بعد يعني مرحلة بدأت شوي. فرحت قلت لازم أستمد قوة، لأن حتى أنت رب البيت تجي ضعيف للبيت، أو أنت تقود مجموعة والناس تؤمن بكلامك. الآن أنا أمام اختبار، هل يكون كلامي كله كان شعر، كلام في كلام، يقولون ما لا يفعلون؟ المفروض الآن أنا إلا الذين آمنوا يكون عندي إيمان قوي وعظيم، وأن تصور أنه تراني اللي قلت هاي الكلمات أنا قدها ترى راح أطبقها. أقاوم. فصرت بديت بهاي المرحلة. رجعت على قصيدتي الأولى اللي كنت أنا كاتبها قبل 40 سنة بال96، وكانت مقدمة مسلسل المسافر، مغنيها الفنان كاظم الساهر. بدايتها لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. لكن ما كملتها فصيح، كملتها شعب بوقتها. شوف بعد 40 سنة سويت بعد هاي الصدمة. فالأولى إذا نسمعها لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. أنا مهرتي جرحي وسفر عمري طويل، أعثر ورد أنهض أضعف مستحيل. زمني يعاندني ويخطف ما أريد، وحزني كسر ظهري وقيدني بحديد. أوقع وصيح الله وابدأ من جديد. يا شاكي لا تشتكي، الشكوى لغير الله مذلة، بصبرك بسهرك ما يبقى نفس الحال. الدنيا تبيع الوفي وتصادق الغشاش، وجرحك غطى وفراش. دور لعيلتك دواء ما من دواء ببلاش. يا روحي أصعب سفر السفر البلا آمال،
من جرحك اصنع أمل، قدرك تظل رحال. يا ربي يا رب عين البشر، مرات يحمل القهر ما تحمل الجبال. هذا ما كتبته. كيف الآن أنا شايل المصاحف؟ بديت بي بالكتابة الجديدة اللي أنا فخور بها، اللي وصلت لعامة الشعب ووصلت لشيوخ وأمراء وملوك ومتدينين وبسطاء، اللي شالتني من قاع المرض إلى قمة المحبة. أعدت كتابة القصيدة؟ نعم، كتبتها واعتبرتها وصيتي، حتى خليتها نسخة للعائلة ونسخة رأسا لأخوي أرسلتها كاظم، وقلت هذه وصيتي. لا شو عنده وصي على إيش؟ وصيتك هي اللي أنقذتك حتى بدون وجود تأمين أي صحي. نعم، بس جاني شلون أنقذتك؟ تجي القصة. إذا نقرأ القصيدة أنا يعجبني أقرأها، لأنه دا أقرأها بحالة كتابتها كما كنت. قلت هاي وصيتي أنا. قلت أفكر العملية بعدها يومين وأنا لازم اللي أسافر للسويد، لأنه قال لي علاجك 1.5 سنة وجوازي سويدي، وإنما عندك مش جمع كل الأمور علي. فكتبتها من كل وجداني وتجربة عمري كله مع الشعر، وأنا عديت 700 أغنية وقصيدة. وايد ناس يعني وإحنا نحضر مثلا حق الحلقة قالوا لا تشكو للناس، يمكن كتبها فلان، يمكن كتبها فلان، يمكن كتبها فلان. أكثر من شخص نسبها للحلاج ومنسوبة للإمام نسبوها حق أكثر من شخص، وظلوا يدورون وما لقوا، رجعوا عليه، رجعوا لك. حتى من جنة هذا يقول مالتنا مال المغرب، ذاك يقول صار له 45 سنة. ما شاء الله. ثالث أغنية بحياتي كتبتها. فهاي دائما أسمعها هذه. المهم شلون صارت المنقذة لا تشكو للناس؟ كيف هذا صحيا. أحلى سؤال. شوف بعد هذا الحزن نرجع لقمة الأمل، قمة السعادة، قمة الفرح، قمة الإنسانية. شوف واحد ما يأس. إحنا من موضوع حكايتنا نتعلم لا اليأس ثوبي ولا الأحزان، لكنه رب العالمين يسخر ناس الطيبين. المهم هذه القصيدة وراها أنا قرأتها في نفس اليوم. كلموني تلفزيون أبو ظبي، كنت حاجز أن أروح للسويد أن أبدأ العملية، وكلمت دكتور صديقي دكتور طارق رئيس قسم الأورام السرطانية، قال لي حاضرين تيجي هنا ويبدأ علاجك، وترسلت له التقارير الطبية. قال فعلا يأخذ سنة وشوي لأنه منتشر أمور كثيرة، لكن الكورونا كانت موجودة، السفر ما عدا بالإمارات مش مسموح، ننتظر. كلموني تلفزيون أبو ظبي على لقاء، كان اللقاء من كل قلبي. كيف لقاءنا الآن؟ قرأت شاعرنا كيف صحتك سويت بالمرض، قرأت القصيدة مثل ما أنا أقرأها لكم الآن، ورجعت حتى آثار الأسلاك بعتها عندي بالبطن مال العملية، مثل ما أنا الآن حزامي الطبي لابسه ومتدرع بالأمل. فاللي صار بالليل تليفوني جاء من تلفزيون أبو ظبي، قالوا ديوان طلبوا تليفونك بكرة يكلموك، ديوان الرئاسة، ديوان الشيخ أبو ظبي، وبكرة يكلموك الساعة 10 الصبح. قلت يا رحمتك يا رب. كلمني شخص بطريقة بسيطة وبالضبط 10 الصبح وأنا متهيئ. كيفك شاعرنا، كيف صحتك، كيف أمورك، اسمعنا مريض. قلت له شو عندك هذا؟ قلت له المرض الخبيث. وشو صار؟ قلت له ناوي أسافر للسويد. السبب؟ قلت له أنا عندي جواز سويدي وبعدين تأمين ما عندي، وطول علاجي طول 1.5 سنة تقريبا. قال عموما أنت مسيرتك نظيفة إنسانيا، وكشاعر نحبك وقصائدك بكل بيت، واعتبر أنت عبرت 20 سنة بالبلد، البيت بيتك وإحنا أهلك، وش تريد تختار تعالج بتوام ولا بكليفلاند، وهنا أريد نعالجك. يا سلام. قلت له يا أستاذ المتكلم ما أعرف أنا بالكلام عجزت على الكلام. تحية لشعب حي وقيادة حية. بدت من الرحلة من الإمارات، وهذا الموقف الكبير من أعلى قيمة ومن أعلى قيادة في البلد. ففعلا قال رح يكلمك شخص، أعطيه آخر الهوية وآخر تقرير طبي. أعطيته للشخص، وأجتني ثاني يوم السيارة وطلعت على والعلاج. من هنا بدأت رحلة العلاج، ولحد اليوم هذا كان بتوصية من الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. ورا 10 أيام جاني تليفون أيضا، جتني الإقامة الذهبية من الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. قلت يا رب العظيم. يكلمني رئيس الوزراء العراقي والرئيس العراقي، قال علاجك علينا. شو صار؟ قلت لهم سبقتكم الإمارات. قالوا أريد نشكرهم، وفعلا كلموا وشكروا،
والتمت عليه الناس من كل مكان، والأصدقاء والفنانين والأدباء، وناس ما أعرفهم خطباء الجامع يقرون القصيدة. في سيدة سعودية قالت أنا ما أعرفك يا ابني، هذا دورنا تليفونك سويت لك العمرة باسمك، ليه؟ شفت عندك قصيدة عن الأم ودخلت بقلوبنا. هذه الحكاية اللي ما تنتهي يا نوف، ما تنتهي. شو أريد؟ اللهم زدني تواضع على محبة الناس. أستاذ كريم، فترة مرض العين اللي صابك تطورت معك، وصلت إلى مرحلة ظلام. أتصور بعز هذه الظروف الشائكة ونقلي للمستشفى وهذا المرض منتشر بكل مكان، وأنا بديت مرحلة بديت بها نفسيتي تتصاعد، ومحبة الناس من قيادات، من ناس بسطاء، من أصدقاء، من كل الدنيا حواليا، انملت كل هاي بالطاقة الإيجابية. وإذا فوجئت إنه عيني هذه راحت، فقدتها اليسار. المشكلة صار انفصال شبكية بالعين اليمين. يعني فجأة قعدت من النوم لقيت الدنيا ظلمة ولا شنو صار؟ لا، هو ماكو نوم أصلا. أكيد. أي، لأن لسه بالمستشفى، وإحنا بدينا المرحلة من يوم اتصال القيادة بالشو اسمه. أنا بديت بأبو ظبي بالمستشفى، وظليت يعالجوني ذيك الأمراض، وهذه على أساس يأست منها. لكن هذه المفاجأة صار بها انفصال بالشبكية. ليش؟ لأن ضغوط يعني عليه من كل اتجاه، أدوية، وما كنت أنا ركضة العمر هاي اللي أركض بها. صحيح أنا راجع، بس أراجع مراجعات مو كلها بالتفصيل. عموما أنا فقدت النظر، صاروا لا يمين ولا شمال، أعمى تماما، ظلام دامس. فقال لي الدكتور أطباء بارعين نتحمل هذا الأسبوع راح تكون أعمى. فأقول الحمد لله، تذكرت بها طه حسين وروعته وإبداعه، وتذكرت بها بشار بن برد الشاعر، وتذكرت أبو العلاء المعري. لكن التذكر هالمرة غير شكل. وتذكرت عمار الشريعي، وتذكرت السيد مكاوي، وتذكرت صديقي بنوان بالمدرسة المتوسطة والابتدائية، كان أذكى واحد بينا، أعمى ويتيم ومرح وشاعر ومتفوق علينا. يعني كنت تصبر نفسك بأنك تفكر بكل هالعظماء طبعا اللي ما عاقهم البصر. النكات اللي أتذكرها لبشار بن برد الشاعر، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. نعم. وأتذكر أبو العلاء المعري وعظمته اللي كتب المؤلفات والدنيا كلها والفلسفة والفكر، وهو يعاني من هذا. كنت أنا قالوا لي أسبوع، قلت شوف الإنسان أسبوع ما تتحمل، نشوف ذول شلون أبدعوا. حتى تذكرت صديقي فقد النظر طبيب العيون، وحطم لي حتى القرنية، وملهوف أدور على النسيان، ونسمة أمل طلت علي. تذكرت صديقي بنوان بالمدرسة الابتدائية، أعمى ويتيم ومرح وإنسان وشاعر وحمال الأسية. العميان يا بنوان إحنا ونورك ولا نور الثريا، على صبرك على إيمانك أحييك. رجعت بعد 40 سنة يا صديقي المدرسة، فتمسكت بالصبر. حتى التليفون خلوه لي أصوات، فلان الفلاني يتصل بك، فلان الفلاني، حتى أعرف مين يكلم، وأقول لهم مثلا قولوا له هالشكل. والأسبوع روح على اليمنى، اطلع على اليسرى، منا المطبخ، منا هذا. هذه التفاصيل كلها عشتها. وأنا أتذكر عندي دا أكتب من زمان سنوات طويلة بقلقامش، أول عبارة بي أنت الذي رأيت كل شيء. قلت الحمد لله والشكر، طبقت عليه 100. شفت وايد، شفت كل شيء يا رب العباد، رحت كل مكان، من كلها جاءت منها النجاحات العظيمة كلها، وحب الأطفال والكبار. اجت لي هاي العذابات، وبعدين انشالت العذابات بوقفة الناس الطيبين من كل اتجاه. هذا اللي يجيب باقة ورد، هذا اللي هو أصلا تعبان ومريض ويقول لي ايش تحتاج أنا عندك. هاي المحبة. اللحظة اللي عاد فيها البصر لك مرة أخرى شلون توصفها؟ ايش ماتي؟ الدموع ما تنتهي، لك خافوا على عيونك ما يبقى بيها دموع. يعني يا سبحان الله، شوف ايش قد عزيزة هاي الألوان اللي حوالينا، واحنا مرات تأخذنا للغرور كل شيء. واو يا رب، هذا المنظر، هذا المكان، معقول أنا كل يوم هذا الشباك أمر عليك اليوم كل ساعة ضربة براسي؟ وين فكري؟ وين أنا؟ وين؟ فالإنسان غريب بي، بعد بي كثير الأمور، بس أنا شفتها علمتني الكثير. تشوف أقول إن أنا الآن بعد هذا العمر يلا نضجت، يلا بديت أعرف الحياة،
إنسانيا وشعريا حتى. الحمد لله على نعمة البصر مرة أخرى، الحمد لله، وأن الدنيا نورت مرة ثانية لك ولنا أيضا. شكرا جزيلا. إيش رأيك ننتقل الحين إلى حكاية أخرى، لكن ورا في الماضي نرجع. نعم. تمام؟ هي. يقولون أن الطفل الداخلي لا يموت، يظل عايش داخلنا. نعم. خلينا نرجع حق كريم الصغير. نعم. ذاك الطفل اللي اشتغل بعمر مبكر في المقاهي، يروي للناس المواويل. نعم. ويحصل على محبة الناس. نعم. هل تذكر هالطفل؟ كيف ما أذكره؟ بعد العجيب بها يا نوف أنه كل سنة ترجع الذاكرة أكثر للطفولة. يعني من أيام نشرت أنا موضوع بأحد الصحف، قالوا عجيبة شو هالذاكرة هذه الغريبة. لا والله أنا كل ما أكبر أرجع للطفولة أكثر. طفولة فارق كبير من طفولة هذا الزمن وطفولتنا. طفولة كانت حلوة رغم أنك اضطريت للعمل فيها بسن مبكر. هي بصراحة هي متعبة، بس أنا أحس هي اللي كونتنا. يعني هاي الطفولة كنت أنا الابن الأكبر للعائلة، ما زلت المدلل لأنه كنا صغار قليلين. وهذه أنا بالمدرسة الابتدائية، عمر 7 سنوات 8 سنوات، وأنا عطلة المدارس لازم أريد أشتغل أساعد الوالد. يعني عندي إصرار، وعندي اللي يساعدني. أكو ناس يحيطوني رائعين بعمري، مثل صديقي جاسم محمد فياض، عبد الكاظم مطلق، خضير، شاكر. كلنا اشتغلنا ونتنافس على العمل. فاشتغلت وأنا هذا العمر في مقهى. كان بوقتنا المقهى الماي نوزع فيها، هاي نسميها احنا تصب الماي للناس. اي، شو اسمه القلاص، ولا هذه الكاسه نسميها احنا شو يسموه الدولكه حتى بالعراقي. ونوزع على الجالسين، متى ما يريد يشرب ماء هو جالس بزي العراقي ويسمع الأغاني على المسجل الحاكي والبكرة ومطربين القدامى. واللي أنا أصغر وظيفة عندي بيها توزيع الماء، أبسط واحدة اللي ما فيها اللي يوزع الشاي، اللي يسوي اللي يوقف على الدخل غيره. مقهى شعبية في منطقة بغداد، ولادتي أنا بغداد كرادة مريم، ومنطقة شعبية بمنطقة فقيرة جدا. يعني هذه بيوتها من الطين وسقوفها من العمدان. نشأنا بها، انولدت بها أنا الشاكرية كرادة مريم، حتى أنا ذاكرة بغداد علينا وإحنا من بغداد. فعموما في هذه اللحظة أنا اشتغلت. الجديد بالموضوع هذه الأغاني لفتت نظر اللي تنعاد، رغم أكثرها ما أفهمها. أغاني تنزل على الراديو، مو راديو، لا مسجل. ما في راديو، أغاني على المسجل يعني يطلبوها الناس الجالسين، مو من الحضارة، ما أكثرها من الريف طبعا من الجنوب. وقسم منها أغاني لناظم الغزالي حديثة، وقسم بس على الأسطوانة على أبو البكر. هذا الأغاني قمت من كثر ما تتردد أحفظها، فأردتها بصوت عالي وأنسى نفسي. فبعض الزبائن المعجبين مثلا بفلان مطرب معجب بداخل حسنة ومعجب بفلان مطرب، يقول لي تقدر تكتب لي هاي الموالات والأبوذات؟ قلت له إيه. ففكرت، رحت اشتريت دفتر اسمه أبو 16 ورقة، كان رخيص عندنا، وكتبت جربت مع أول واحد موال وأبوذية وأعطيه. هذه قوت عندي الوزن بين فترة وفترة. يطلبون الزبائن، أفرح لما يطلبون من عندي، وأحيانا أنا أتبرع أعطيهم هذه. يعني استماعك حق المواويل كان هو بداية اهتمامك في الكتابة وفي الأشعار. بالضبط. وبعدين هي حزينة جدا، وأنا ما لي علاقة فيها، لكن الصوت يحزنني وما أعرف الموضوع شنو هو. يتحدث عن الهجر وعن الغربة وعن الدنيا، لا أعرف غربة ولا دنيا، بس أكتبها. بعدين شوي صارت مقابل، قاموا يكرموني عليها. فزعل وغار أحد أصدق اللي يشتغل معي اللي هو شاكر، لأنه أنا كنت صرت أخذ أكثر منه، بإضافة إلى يوميتي اللي هي 20 فلس أو 10 فلوس. قاموا يعطوني هدايا دول ما أكتب لهم الأغاني مالتهم الزباين وكذا. فاختلفنا أنا هو، طلعت عنا. رحت الجانب الثاني، قولي هذا الموضوع ينسي. رحت اشتغلت أبيع المرطبات، نسميها عنا الدون درمة أو بوكت لك. يعني شاكر سبب لك مشكلة في المقهى، قال إنه وخلاك تمشي من المقهى. طلعوا. اختلفنا أنا هو، طلعنا، قال له ما يشتغل هذا، ملتهي يكتب للزبائن. رغم أن أنا قلت لهم بالاستراحة أكتب، شرحت له ما صدقوا فيه.
عموما الجانب الثاني اللي نمى عندي هذا الموضوع جدي حارس بستان بالمنطقة الشاكرية اللي الآن صارت المنطقة الخضراء. صور الدنيا وين لفت ودارت، صارت منطقة الحكومة والحكم، وصارت قبلها القصر الجمهوري قريبة عنها سابقا، منطقة شعبية انتبه لها. بعدين حولوها إلى مدينة، صارت مدينة الثورة بعد. عموما أروح جدي حارس بستان، خاصة لما أمي تزور بيت جدي، لما يبعدون عنا عبارة عن 30 دقيقة بس، إحنا بعمر بذيك العيون نشوفها مسافة شاسعة. لما تزور بيت جدي وجدتي أو لما تختلف ويا الوالد تزعل عندهم، أنا أروح معهم. تستانس أنت؟ أستانس على زعلهم. هي الشايلة صرتها وتنوح وأنا وراها أقرأ أنا عبد الحليم الحلو ما لي عالم ثاني. فأروح يعجبني ويغريني بجو جدي بالليل وسط البستان، الكوخ وموقد الجمر مخليه، والشرار اللي يتطاير من الجمر وهو جالس بوسط البستان، وأصوات الحشرات والجسمة، وأنا أجي جنبه أقول له سؤالف لجد، احكي سؤالف على السبع والطنطل والسعلوة والجن وألف ليلة وليلة وجا الملك وراح له. أنا أستمتع بهاي الحكاية جدي، وجالس جنبه وتعرفي ما نحتاج شيء، هذا قور الشاي يشتغل والفواكه كلها موجودة، البطيخ والخيار والتمر وكل شيء. الحياة البسيطة الحلوة اللي ما عادت موجودة الحين أبدا. وبعدين شو هو الانتباه يعني. أنا قمت لما تنتهي الزيارة مالت الوالدة للبيت جدي، نرجع على بيتنا بالشاكرية، أجمع الأطفال وأحكي لهم القصة اللي قالها جدي. أحيانا جدي ما مكمل القصة أضيف لها من عندي أنا. فهذه شوفي الحكاية الجدي وأمي أحيانا حكايات، والمقهى كونوا عندي هذه من الإيقاع الموسيقي، حب الكتابة والسيناريوهات والخيال. يعني الخيال شو دفعني. المكمل الثالث، الحكاية الثالثة، رحت لما صرت بالسادس ابتدائي، قمت ما أروح للمراجيح والألعاب، قمت أروح أقرب مكتبة مقتطفات من ألف ليلة وليلة يبيعوها بسعر رخيص ب20 درهم، ب20 فلس، اللي هي مقتطعة من السندبات، من ألف ليلة وليلة، من الحكايات القديمة، الحمال والسبع بنات، قصيرة تصير 48 صفحة أو 42 أو 38، رخيصة. أخذ أخوي الصغير ويا هم جنيت عليه، أخذ عيدياتنا تنا عيدية ونشتري هذين الكتب، أقرأهم وأقرأ أجمع أصحاب بالمكان، المنطقة، المحل الفريج. فنسوان الفريج فرحانات بيه، بدل ما يتعاركون ويتخاصمون يروحون الأماكن مش حلوة، أنا جامعهم وسووا لي دكة بالبيت، دكة زي ولا مالطين، وأجلس عليها وأحكي لهم القصة، مرات أضيف من عندي له. فهذا أخذت فترة أيام علمتني القص والحكاية، وسعت عندي الخيال، ظلت عندي فترات صار عندي نمى ولعي بالكتب والقراءة من هذه الفترة اللي كونت أساسي. عملك في الطفولة إلى جانب المقهى هم بعد اشتغلت في وظيفة ثانية، بيع الحلويات أو شيء؟ هذه نفس الفترة، هي ما نعتبرها وظيفة أنا، وهي يعني عمل جزئي، عمل حر. عمل جزئي نساعد به أهلنا. إحنا اللي كم واحد آبائنا ما يكفون، عندهم آبائنا المنتجين عندهم أطفال كثيرين، فإحنا لا نحاول نساعدهم. أحيانا يقولون أخذوها تصرفوا بها الفلوس، اشتروا لكم بها شيء، فقمنا نساعدهم احنا هذه المجموعة. فاشتغلت بهذا البيع الحلويات السمسمية وغيرها.